ماذا حدث عند ولادة رسول الله؟ لم تكن ولادة عادية، بل كانت ولادة غيرت مجرى التاريخ. في تلك الليلة انطفت نار كسرى، وسقطت شرفات إيوانه، وغاضت بحيرة ساوى، وارتجت عروش الظالمين، لأن الدنيا كانت تستقبل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة في التعامل، رحمة في العدل، رحمة في الأخلاق، رحمة في كل تفاصيل حياته. وعند ولادة الصادق عليه السلام تجسدت الرحمة في ولادة عقل يحرر الدين من الجمود، ومدرسة علم وفقه وبصيرة تحيي الإسلام. وعند ولادة السيد الشهيد الصادق قدس سره تجسدت الرحمة في صرخة مقاومة أيقظت الأمة وهزت عروش الظالمين، وقالت: كلا كلا يا شيطان، كلا كلا يا شيطان. أيها الأحبة، إذا أردنا أن نحتفل بهذه الولادات الثلاثة علينا أن نسأل أنفسنا اليوم: هل نحن رحمة في وجه الظلام؟ هل نحن عقلا في وجه الفوضى؟ هل نحن صرخة بوجه الظالمين؟ هكذا تكون إحياء الولادات، هكذا يكون محمد والصادق والصدر أحياء فينا لا أمواتا في كتب التاريخ.